احنا معاكم من امام دار القضاء العالي. الان بيتم ترحيل مرتضى منصور لمحبسه لقضاء. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، دلوقتي بيتم ترحيل مرتضى منصور الى محبسه لقضاء فترة حبسه بعد تأييد محكمة النقض حبسه لمدة شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. وكانت أصدرت محكمة القضاء العالي قرارا بحبس مرتضى منصور وتأييد حبسه ورفضه. طبعا دلوقتي حالا بيتم ترحيل مرتضى منصور من دار القضاء العالي إلى محبسه. بنتابع مع حضراتكم التفاصيل. وكانت محكمة النقض أيدت حكم حبس مرتضى منصور ورفض الطعن المقدم منه. طبعا كانت محكمة الاقتصادية أصدرت حكم بالحبس لمدة شهر، ولكن قدم المستشار مرتضى منصور، حالا بيركب المستشار مرتضى منصور لعربية الترحيلات اللي هترحله إلى السجن. طبعا مرتضى منصور النهارده اتأيد حكم حبسه ورفض الدعوة ورفض الطعن المقدم منه لمحكمة النقض. وكانت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق حكمت عليه بالحكم لمدة شهر. طبعا مرتضى منصور النهارده سلم نفسه صباحا الى محكمة النقض واترافع امام هيئة المحكمة اللي رفضت في الاخر الطعن المقدم منه. كانت اوسط النيابة، نيابة النقض اوصت برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتأييد حبسه، وده فعلا اللي صدر بعدها. مرتضى منصور بعد ما ترافع المحكمة تحفظت عليه، وبعد ما ده صدر حكم بحبس مرتضى منصور. بنتابع مع حضراتكم متابعي ومشاهدي موقع مصراوي من امام محكمة القضاء العالي ولحظة ترحيل مرتضى منصور الآن بيتم ترحيله إلى السجن لتقضية تنفيذ مدة العقوبة، واللي صدرت النهاردة من محكمة النقض بعد تقديم طعن. الآن بيتحرك مرتضى منصور إلى محبسه. الآن متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، تحركت العربية اللي راكبها مرتضى منصور إلى محبسه لتقضية السجن. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، بحالة من الحزن سيطرت على محامين مرتضى منصور وأتباعه اللي حضروا معاه لمحكمة النقض. حالة من الحزن اللي سيطرت على محامين مرتضى منصور، وحالا بقرار هل يتم عزل مرتضى منصور من مجلس نادي الزمالك بعد قرار حبسه. هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة. مرتضى منصور الآن تم ترحيله إلى سجنه لتقضية المدة اللي اتحكم عليه بيها، واتحكم عليه بالسجن لمدة شهر بعد رفض طعنه المقدم أمام محكمة النقض. مرتضى منصور النهارده قدم نقض واترفض. بعد رفضه قررت المحكمة التحفظ عليه. تحفظت المحكمة على مرتضى منصور، والآن تم ترحيله إلى محبسه. مرتضى منصور نزل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحته الشخصية إن لأول مرة رئيس النادي الأهلي بيسجن رئيس نادي الزمالك. تحرك منذ قليل مرتضى منصور إلى محبسه في عربية الترحيلات لتقضية
المدة القانونية اللي تم الحكم عليه بيها، وهي شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك. في وقت سابق حكمت محكمة الاقتصادية بالسجن لمدة شهر على مرتضى منصور لتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك، وكان حكم من الدرجة الأولى واجب النفاذ. كان حكم من الدرجة الأولى واجب النفاذ. وبعد والنهاردة قدم مرتضى منصور، كان موجود في محكمة النقض لتقديم الطعن وحضور جلسة الطعن الخاصة به. تم ترحيله الآن زي ما شاهدنا منذ لحظات في بث مباشر عبر موقع مصراوي، شاهدنا ترحيل مرتضى منصور إلى محبسه. النهاردة بيتكتب سطر جديد في قضايا مرتضى منصور في المحاكم، قضية لكن النهاردة هو الخاسر الوحيد فيها بتأييد حكمه لمدة شهر. مرتضى منصور قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور القرار، قال انه جماهير الزمالك هيوحشوه وطالب منهم دعم الفريق النهارده. طبعا فريق الزمالك كلنا عارفين انه عنده ماتش النهارده مع الترجي التونسي، ماتش حاسم ومصيري بعد النتائج السلبيه في الجولات السابقه بخسارته امام شباب بلوزداد 1-0 في استاد القاهره، وتعادلوا مع نادي المريخ التعادل السلبي في ليبيا، والنهارده ثالث جوله لمرتضى منصور. قبل الماتش المصيري اللي هيكون النهارده الساعه 6 بيصدر حكم قضائي جديد في قضايا مرتضى منصور، ولكن المره دي بالحبس، حكم نهائي من اعلى درجه للمحاكم في مصر وهي محكمه النقض. بات الحكم نهائيا وتم ترحيل مرتضى منصور منذ لحظات الى محبسه. مرتضى منصور اترحل الى محبسه زي ما شفنا مع حضراتكم عبر بث مباشر عبر مصراوي لتقضية عقوبته. طبعا مرتضى منصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي النهارده على صفحته انه لاول مرة في التاريخ بيتم حبس، لأول مرة في التاريخ بيتم رئيس نادي الأهلي بيسجن رئيس نادي الزمالك لمدة شهر. وقال إن الأسود لا تخشى إلا الموت ولا تخشى السجن. شفنا وتابعنا مع حضراتكم ترحيله إلى السجن منذ لحظات، يعني منذ لحظات كان موجود مرتضى منصور في محكمة النقض وركب عربية الترحيلات وتم ترحيله لتقضية المدة القانونية لحبسه، واللي صدرت من محكمة النقض واللي أيدت بحبسه لمدة شهر بعد صدوره عن محكمة الاقتصادية. مرتضى منصور كمان قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور القرار، قال إن الجمعية العمومية هتوحشه وخاصة الأطفال، وأوصى جماهير نادي الزمالك زي ما بنقول كده في وصيته الأخيرة قبل انتقاله إلى السجن، أوصاهم بتشجيع الفريق والوقوف وراءه في المباراة المصرية النهاردة أمام الترجي. تفاصيل الجلسة اللي حصل النهاردة في محكمة النقض بدار القضاء العالي، إن مرتضى منصور حضر صباح باكر إلى المحكمة. مرتضى منصور حضر إلى صباح باكر إلى المحكمة وأثبت حضوره ولحضور الطعن بعد طبعا طلب المرافعة واترافع عن نفسه ودفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية اللي أصدرت عليه الحكم. وبعد ما دفع بعدم الاختصاص المحكمة بعد انتهاء مرافعته المحكمة أمرت بالتحفظ عليه. مرتضى منصور تم التحفظ عليه ودخل القفص لحين صدور القرار. القرار صدر بعدها يعني في أقل من ساعات، مش هنقول ساعات هنقول دقائق، صدر القرار برفض الطعن، رفض نهائي وتأييد حبسه، وبات حكم نهائي واجب التنفيذ، وفعلا تم تنفيذه منذ لحظات زي ما شفتوا عبر بث مباشر
في موقع مصراوي شفتوا ترحيل مرتضى منصور من امام محكمة دار القضاء العالي. طبعا حالة من الغضب وحالة من الحزن انتابت فريق مرتضى منصور والمساعدين مرتضى منصور اللي حضروا النهارده بكثافة في محكمة النقض. نقدر نقول ان دي نهاية قضايا مرتضى منصور في المحاكم، بتكتب النهارده نهايتها بحبس لمدة شهر. طبعا المستشار هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أصدر منذ قليل تصريحات إلى موقع مصراوي وقال فيها إنه هيتم دراسة حالة نادي الزمالك وهنشوف، وإن كل منصب مستقر بذاته، وهيشوف اللي هيتم مع مرتضى منصور. هل هيتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بسبب صدور حكم ضده؟ هنشوف مع حضراتكم في الأيام أو الساعات المقبلة هل هيتم عزله وإجراء انتخابات، أم هيتم أم النائب هو اللي هيباشر التحقيقات. طبعا تشديدات أمنية كبيرة جدا أمام المحكمة بسبب ترحيل مرتضى منصور اترحل إلى السجن منذ لحظات زي ما شفتوا عبر موقع مصراوي في بث مباشر. تم الآن ترحيل مرتضى منصور بعد صدور حكم حبس لمدة شهر. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، دي كانت كواليس النهارده والكواليس الجديدة الأخيرة واللي النهارده بتقفل بيها لحظة اليوم، هي لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى محبسه. مرتضى منصور الآن في سجنه بينفذ عقوبته اللي صدرت من محكمة الاقتصادية واللي صدقت عليها ورفضت وأيدتها محكمة النقض النهارده. طبعا مرتضى منصور النهارده حضر ودفع بعدم الاختصاص، لكن المحكمة رفضت الطعن، كما أوصت النيابة العامة برفض الطعن، وفعلا تم رفض الطعن وحبس مرتضى منصور. طبعا بنتابع مع حضراتكم وبنأكد ان الحكم اللي صدر النهارده صدر بتأييد حكم الشهر الصادر عن محكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. دي كانت كواليس الجلسة كمان ان مرتضى حضر صباحا وكان واترافع، وبعد المرافعة تم التحفظ عليه داخل قفص الاتهام، وبعد التحفظ عليه صدر قرار بتأييد حبسه. الآن مرتضى منصور تم ترحيله إلى مسجنه لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس